السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في حلقة جديدة. هنتكلم مع بعض النهاردة عن واحدة من أهم الأحداث في تاريخ البشرية، وتحديدا في القرن العشرين. مش عارفين تبعاتها وتأثيراتها ممكن توصل لفين، بس اللي نعرفه إنها حرب كانت شنعاء ولها تاريخ طويل جدا، وأحداثها بدأ من 1858 وانتهت في 1975، يعني حرب على مدار 117 سنة. إيه الحدث الضخم ده؟ الحدث ده هي حرب فيتنام. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير واعمل اشتراك في القناة. ماذا يحدث لإسرائيل لو اقتحمت غزة بريا؟ الرعب الحقيقي اللي في انتظار جيش الكيان لو فكروا بس يقتحموا غزة، زي الجيش الأمريكي لما اقتحم فيتنام. الجيش الأمريكي وقتها شافوا الأهوال وشافوا أسود أيام حياتهم في فيتنام من قسوة اللي شافوه في الحرب البرية مع الجنود الفيتناميين. الجنود الأمريكان أصيبوا بالهلع والرعب، وأكثرهم أصيب بأمراض نفسية وفضلوا يتعالجوا منها بعد الحرب. الفيتناميين قابلوهم بحرب شرسة، وكانوا بيلعبوا على أرضهم وهم أدرى بيها وبخفاياها، وعلشان كده عملوا أفخاخ مخيفة في كل مكان ومصايد في كل شبر. عيشوهم في رعب، والموت كان بيحاوطهم من كل مكان، لدرجة إن الجنود الأمريكان وصلوا لمرحلة إنهم كانوا بيخافوا يحطوا رجلهم على الأرض من كتر الرعب. تخيل إن 58 ألف جندي أمريكي ماتوا هناك، ده غير الإصابات وبتر الأطراف. وتصور كمان إن الجنود الأمريكان اللي شاركوا في الحرب أصيبوا باضطراب ما بعد الصدمة، وفضلوا عايشين حالة رعب وفزع، وكان بيجيلهم كوابيس. وإن شاء الله هو ده نفس الجحيم اللي مستني اللي ما يتسموش لو بس فكروا يعملوا اقتحام وينزلوا أرض المرابطين برجليهم. وهنعرف مع بعض المقاومة في فيتنام كانت بتعتمد على إيه علشان إخواتنا المرابطين يستفيدوا منهم، ولو إنهم مش محتاجين توصية. المقاومة في فيتنام كانت بتعتمد على فخاخ تحت الأرض وفوقها، وكانت فعلا فخاخ مميتة لأنها مليانة مسامير وقضبان وأسياخ حديدية، وكانوا بيدهنوا عليها سم حتى لو اتصاب العدو برضه يموت. وكانوا بيستخدموا الفخاخ في كل أنحاء البيئة اللي حواليهم، يعني بيستغلوا الأرض والشوارع والأشجار والغابات، وده اللي لازم يحصل في فلسطين. والمرابطين يستغلوا كل شبر في الأرض لتحويل حياة. الفخ الأول اسمه بانجي بيت أو تايجر تراب، وهو عبارة عن حفرة سطحها مخفي من فوق، وفي من جواها قضبان حجمها كبير جدا وعددها كتير. بمجرد ما يقف عليها الجندي يقع على القضبان وحياته تنتهي أو يتشوه، وصعب إن حد يخرجه من جوه بسبب عمق الحفرة والقضبان اللي دخلت في كل حتة في جسمه. الفخ التاني اسمه فلاج بومب. الفيتناميين اكتشفوا إن الجنود الأمريكان كل ما يستولوا على منطقة جديدة ويلاقوا علم فيتنام متعلق يخلعوه ويحطوا علم أمريكا كنوع من أنواع الانتصار. فكان الفيتناميين بيحطوا قنبلة أسفل السارية أو العصا بتاعة العلم. الفخ الثالث اسمه فينوس فلاي تراب، سموه على اسم النبات ده، وهو نبات أخضر غريب لأنهم واخدين الفكرة منه. عبارة عن صندوق بيحفروا ويحطوه تحت الأرض. في الجانبين بتوع الصندوق بيحطوا مسامير طويلة مدهونة بالسم بشكل مايل ناحية الأرض. بمجرد ما يضغط عليها الجندي ينزل برجليه فيها ومش بيقدر يطلعها تاني، وأحيانا بتكون الإصابة مميتة. الفخ الرابع اسمه جرينيد إن أكان، وده سهل ومتوافر، عبارة عن قنبلتين يدويتين كل واحدة منهم بتتحط في جنب من الشارع وبيتوصلوا بخيط من النص، بيكون مربوط بالفتيل بتاع القنبلتين من الجنبين، وبيكون ملامس للأرض علشان ما يكونش ظاهر، وبمجرد ما حد يلمسه تنفجر القنبلتين. أحيانا بيستعملوا 4 قنابل. الفخ الخامس سبايك بورد، كان عبارة عن لوح مكون من جانبين، جانب منهم مليان بالمسامير والأسياخ الحديدية والتاني جنب فاضي. كانوا بيصمموه ويدفنوه بطريقة مميزة. بمجرد ما الجندي يدوس على الجزء الفاضي الجزء التاني المليان بالمسامير يدخل في وشه على طول، واحنا عارفين الباقي بقى. وكان في نوع تاني عبارة عن عمودين دائريين متحوطين بمسامير مدببة من جميع الاتجاهات. بمجرد ما يضغط عليه الجندي كان بينزل ما بينهم. النوع السادس من الأفخاخ كان اسمها مخلب الدب أو بير تراب، وكانت بتظهر في الأفلام، وهي عبارة عن مصيدة شبه مصيدة الفئران ولكنها كانت قوية جدا.
كفيلة بإنها تقطع قدم الجندي، وعلشان ما تبقاش باينة أو ظاهرة كانوا بيعملوها بطريقة خفية، إنهم كانوا بيحطوا لوحين جنب بعض في حفرة، واللوحين مليانين أسياخ. بمجرد ما الجندي ينزل في الحفرة اللوحين ينزلوا بيه لتحت وتقفل على رجله، والأسياخ تدخل رجله، وكانت الفخاخ دي بتبطئ من حركة الجنود الأمريكان. النوع السابع اسمه ماك تراب، عبارة عن كتلة خشب ضخمة ملغمة بالقضبان المعدن، وكان بيتعلق في فيتنام في الأشجار، ولكن إخواتنا في فلسطين ممكن يعلقوه في وسط الغرفة عادي، والحبل فوق باب البيت. بمجرد فتح الباب تنطلق بسرعة. النوع اللي بعد كده اسمه سايد كلوزنج تراب، وهو نوع مخيف جدا. عبارة عن إيه؟ عبارة عن لوحين كبار مليانين بالقضبان أو المسامير. اللوحين مربوطين ببعض بأستك كبير مطاط شديد قوي، محطوط في النص بينهم عازل أو عمود خشبي بيبعد اللوحين عن بعض. لو العازل ده اتشال أو اتحرك من مكانه بيتصادموا في بعض بقوة كبيرة. بمجرد ما الجندي يقع في النص العازل بيتحرك. الفخ اللي بعد كده اسمه تانل ترابس، وهي الأنفاق، ودي إخواتنا بارعين فيها على الإطلاق، وياما عملوا أنفاق قبل كده محدش كان يتوقعها. وبإذن الله هنعمل أنفاق هتكون مقبرة للعدو، وهينفذوا الوعد اللي وعدوا بيكم، رمالها سوف تبتلعكم.